لو بتشتكي إن الزلابية مش بتنجح معاكِ من أول مرّة وبتطلّعيها مش مقرمشة وبتبقى كده مش خفيفة ومكتّلة من جوّه ومش مفرّغة كده، في فيديو النهارده هاقول لِك على الطريقة بالتفصيل اللي تخلّيكِ تطلّعي الزلابية من أول مرّة مقرمشة وطعمها يبقى في منتهى الجمال. يالّا بينا على طول نبدأ في المقادير. أول حاجة هاحتاج هنا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم نُص كوباية من النشا بما يعادل 3 معالق كبار مليانين. وهنا معلقتين كبار من السكر ورشة من الملح وعندي معلقة كبيرة من اللبن البودر، وطبعا اللبن البودر اختياري، ممكن تستغني عنه خالص، ومعلقة صغيرة ممسوحة كده من البيكنج باودر، وطبعا كيس من الخميرة. جبت كوبايتين من المية الدافية وحطيت عليهم باكت الخميرة وحطيت عليهم باكت من الفانيليا وحطيت عليهم السكر ورشة الملح. هقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا لحد ما اتأكد ان السكر امتزج تماما. هسيبهم كده على جنب، يعني مجرد بس الخميرة أحسّها إن هي شغّالة وأعرف إن هي شغّالة عشان أشتغل في مقاديري على طول. جِبت بقى الدقيق وحطّيت عليه النشا وحطّيت عليه اللبن البودر وحطّيت عليه كمان البيكنج باودر المعلقة ممسوحة كده صغيّرة، وبعد كده هاسيب المواد الجافة على جنب. ويالّا نعمل الشربات، عبارة عن 3 كوبايات كبيرة من السكر، عليهم كوباية ونُص من المَيّة. هنقلّب كده من النُص زي ما قُلت لكم كذا مرّة، لمّا نيجي نقلّب هنقلّب برّه النار، وأهم حاجة السكر ما يلامسش الجوانب بتاعة الحلة نهائيًا. هنرفعهم على النار، مع أول غلوة هنعصر كده عصرة ليمونة بسيطة وهنسيبهم يغلوا لمدة 5 دقايق بالضبط. بعد كده هنقوم مطفيين النار وحاطين رشة الفانيليا وبس كده. هنا بقى أخدت المواد السايلة على المواد الجافة كله على بعضه وبدأت إن أنا أقلب فيه. هنا حطيت عصرة الليمونة ورشة الفانيليا في الآخر بعد ما سبت الشربات بتاعي يغلي لمدة 5 دقايق، وبعد كده طفيت عليه النار. هنا بقى هاعجن كويس جدًا لحد العجينة كده ما تبقى ليها مَطّة. بعد كده لمّا تبقى معايا بالشكل ده، أقوم حاطة لها معلقتين كبار من الزيت وأتم أعجن فيها كده بالمعلقة كتير، كتير لحد ما يبقى معايا المَطّة اللي أنتم شايفينها دي. لازمًا في عجينة الزلابية تكون مطاطية بالشكل ده. طب المَطّة دي هتيجي منين؟ هتيجي من العجن فيها كتير. بعد كده هاسيبها على جنب تختمر، وهاحطها أسهل طريقة بقى لتشكيل الزلابية هي كيس الحلواني. بُصّوا ما شاء الله المَطّة بتاعة العجينة عاملة إزاي، هي دي اللي تطلّع معاكِ الزلابياية الناجحة. زي ما قُلت لكم بقى أسهل طريقة لتشكيل الزلابية هي كيس الحلواني. بتاخديه كده وتقومي مالياه بالعجينة، وبعد كده بتقومي حاطة، طبعًا لازمًا يكون زيت غزير على النار في طاسة كده تكون واسعة معاكِ، وبعد كده في إيد مقص وفي الإيد التانية كيس الحلواني اللي فيه العجينة. بتبتدي إن أنتِ تضغطي، أول ما تنزل حتة من العجينة هتقومي بالة المقص كده بالزيت عشان ما يلزقش في العجينة، وتقومي قصّاها لحد ما تخلّصي الكمية بتاعتِك بالشكل ده. طبعًا أول ما تخلّصي الكمية بقى تقليب مستمر في العجينة ما أقولكيش، لازمًا تقلّبي كده بصفة مستمرة في الزلابية وهي على النار علشان كلّها تاخد اللون الواحد معاكِ وتبقى باللون الدهبي الخطير ده. بصراحة أنا ما عملتهاش على الوشين، بس طلعت مقرمشة وخطيرة، بجد كان طعمها رهيب. بُصّوا بقى تاني كررت الموضوع ده معاكم، وعاوزة أقول لِك وأنتِ بتقطّعي الزلابية في الخطوة دي بتكوني مهدية النار على الآخر، مهدياها خالص، وأول ما تخلّصي خطوة تشكيل الزلابية بتقومي معلية النار والتقليب بقى المستمر بتاعِك. وبصراحة كان طعمها تحفة وهشة جدًا من جوّه، مش مكتّلة، مفرّغة كده، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. طبعًا الزلابية بتطلع من الطاسة على طول على الشربات وهو بارد، يعني الزلابية سخنة والشربات بيبقى بارد. الشربات بتاعنا ما بيبقاش خفيف، لازم يكون متوسط. خفيف يبقى الزلابية بتاعتنا شربت الشربات وطارت خالص وما بقتش مقرمشة معانا. أمّا بالنسبة للمتوسط فهيحتفظ بالقرمشة بتاعة الزلابية لحد آخر واحدة. كده أنا قُلت لكم على كل المعلومات اللي هتفيدكم لمّا تيجوا تعملوا الزلابية، وإن شاء الله تعملوها وتبقى سهلة وبسيطة عليكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم فيديو النهارده لايك وشير كتير علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، ومتابعة لو أنتم بتشوفوني لأول مرة.